سألوا الشهيد نفسك في ايه وايه توصينا احنا بيه. انا نازل يوم الجمعه ميدان التحرير عشان في واحد صاحبي مات على ايدي يوم جمعه الغضب في ميدان التحرير وهو بيموت. قال لي كلمه واحده: ما تسيبش حقي. وانا ناوي ما تسيبش حقي. هنزل يوم الجمعه يوم 1 ابريل يوم عيد اليتيم، عشان اليتيم ده اتيتم وابوه في الثوره اتيتم عشان يجيب لنا الحريه، ولسه لحد النهارده اللي قتله ما اتحاسبش، لسه لحد النهارده حقه ما رجعش. انا نازل التحرير يوم الجمعه عشان ارتبطت في مطالب الثوره، وعشان ارتبطت في محاكمه النظام ومحاكمه الفاسدين ومحاكمه مبارك، وعشان لسه في فلول في النظام بيسرقوا البلد، وعشان في ناس بتشوه الثوره، وعشان فعلا الثوره بتتسرق. انا مش نازل يوم 1 ابريل عشان انا ضد الاستقرار، ولا نازل عشان انا بحب الفوضى، بالعكس ده انا نازل عشان انا مع الاستقرار وعشان انا ضد الفوضى. الاستقرار ده عمره ما هيتحقق طول ما الناس دي بره، عمر ما هيبقى فيه استقرار طول ما فيه ثوره مضاده، وعمر ما هيبقى فيه استقرار طول ما احمد فتحي سرور بره وصفوت الشريف وزكريا عزمي واحمد نظيف وعاطف عبيد. طول ما الناس دي بره انسى ان مفيش استقرار. طول ما الناس دي بره امن الدوله شغال، طول ما الناس دي بره الثوره المضاده شغاله. مستقبلنا كان عامل زي العربيه دي، واقف ما بيتحركش، وجات الثوره وقعدنا نزق في العربيه دي 18 يوم، وبعد ال 18 يوم العربيه مشيت وقطعت مسافه، بس بعد كده جت عند مفترق طوب، اما ان هي تمشي في الطريق الصح او الطريق الغلط، بس شكلها كده ماشيه ناحيه الطريق الغلط. انا بقى هنزل يوم الجمعه عشان اعدلها وخليها تمشي في الطريق الصح. وبعد مرور شهرين ما زال الفساد زي ما هو، وكأن مفيش ثورة قامت، كأن مفيش شهداء ماتوا، وبيستعدوا دلوقتي المفسدين وعصاباتهم عشان يرجعوا مجلس الشعب تاني، وكأن ما كانش ثورة، كانت حفلة أو رحلة عاملينها، والشهداء دول راحوا حضر. لازم نرجع تاني ونبقى أقوى من الأول، ولازم نتوحد تاني. أنا نازل ميدان التحرير يوم 1 أبريل عشان الثورة كانت أوامر مش طلبات. لو ما نزلناش يبقى كلنا أجرمنا في حق الناس. سألوا الشهيد نفسك في ايه وايه توصينا احنا بيه. قال خلي بالكم